شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده هقول لك على منتجات حبيتها ومنتجات جربتها الفتره الاخيره، وكمان اسئله عايزين دي كريم، يعني كريم لكل يوم. ايه انواع الكريمات اللي انت جربتيها بتاعت كل يوم؟ كل حاجه هتكلم عليها النهارده. فانت لو اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو واشترك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنت. اول حاجه هتكلم على الكريم بتاع كل يوم، قولي بارادايس بكل انواعه. انا جربت يعني كل حاجه، بتاع الجمل وكمان بالفاكهه بالمانجا، والكولاجين ده انا مستمره عليه لاني بحبه جدا وبشتريه دايما. لما جربت بتاع الفاكهه ما حبيتش قوي، يعني لا، ما اعرفش، ما حسيتش بالترطيب، ما حسيتش بالحاجات دي كلها. ممكن ناس تانية حبوا الموضوع ده، انا بالنسبه لي ما حبيتش الموضوع ده خالص. تاني حاجه اللي بتاع الجمل ده بالبان الجمل، الكريم ده هو حلو وكويس قوي بس البشره الجافه قوي، يعني بحس ان البشره الجافه ممكن تستعمل الكريم ده هيجيب معاها النتيجه اللي هي عايزاها. غير طبعا بتاع اولي بارادايس اللي انا بجيبه بالكولاجين والهيرويك اسيد، انا عايزه ترطيب خفيف جدا. ممكن تحسوا ان الملمس كل واحد بس على البشرات مختلف. تاني كريم برضو انا بحبه جدا، ممكن تستعمليه بصفه دايما لكل انواع البشره زي ما قلت قبل كده. بي جي حلو جدا جدا جدا، بي جي لكل انواع البشره تقدري تستعمليه، حلو قوي. انت لازم تغيري الكريمات المرطبه، ما ينفعش تستمر على كريم على طول. الكريم بتاع جلامي ده حلو جدا. تاني حاجه نخش على الغسولات. في غسولات كتير جربتها الفتره الاخيره. الغسول اللي لقيت عليه يعني اسئله كتير قوي، اكسجين. عارفين شركه اكسجين؟ انا جبت الحاجات من عندهم بس لسه ما جربتش الغسول بتاع التفتيح لان لسه عندي غسول، وكمان الغسول بتاع البشره الجافه، وفي غسول بتاع البشره الدهنيه. ده اللي جربته الاول لان انا اي حاجه فيها سلاسليك اسيد اجربها. بالنسبه للغسول بتاع اكسجين سلاسليك اسيد للبشره الدهنيه اللي لونه اخضر الصوره دي، لو انت بشرتك دهنيه قوي، انت بشرتك فيها حبوب ملتهبه جدا، ما تجيبهوش. لو بشرتك يعني في حبايه اتنين وعايزه حاجه تنظف البشره تلحقي نفسك من بدري، يعني هو مش عملي خالص للناس اصحاب البشره الدهنيه اللي عندهم حبوب، مش منقذ خالص. تاني حاجه انا جربتها الشعر عندهم، والسعر اوفر قوي، يعني السعر كتير قوي زياده عن اللزوم. اشتريه في ماسك عادي، هي العبوه شكلها حلو بينك، شكلها حلو جميل، صغنطوطه قوي ومش طالع معاكي كتير. معرفش يعني ما ارتحتش. انا عندي نفس السعر ده اجيب 05، ممكن اجيب كمان كلاري نفس السعر ده. في حاجات كتير وكمان عاملين عليهم خصومات، يعني في حاجات كتير كده مستغرباها شويه. غسول التفتيح وغسول البشره الجافه لسه عندي مقفولين، ما جربتهمش خالص. اول حاجه جربتها هو الساليسيليك اسيد ده. غسولات التفتيح على طول بتسالوني عايزين غسول يفتح البشره. عندك الغسول بتاع ديرما اكتف حلو جدا، الغسول بتاع كولاجرا حلو جدا، الغسول بتاع انفينيتي يجنن وحلو برده جدا جدا. عندك ايه تاني؟ عندك كريم الشمس مهم جدا بتاع شركه بوبا. لو هتجيب الاصدار الجديد بتاع كريستال ده وحش قوي الجل ده، لا، كريم الشمس بتاع التفتيح في نفس الوقت كريم الشمس الاثنين مع بعض. انا هحط لكم صورته هنا، ده انا بحبه جدا والنتيجه بتاعته تحفه، وتجددي كل ساعتين، ده بيعجبني قوي. في كريم استعملته الفتره الاخيره من اليجان للجسم، ترطيب للجسم. انا بتكلم على ترطيب للجسم، حلو قوي. انا هحط لكم صورته هنا، ده بيرطب الجسم ترطيب ويجنن. بصراحه الترطيب عجبني جدا، وفي نفس الوقت كده حاسه ان جلدي فتره طويله مترطب. واضح ان اليجان هرجع كده ابتدي اشتري منتج من عندهم تاني، لان في بعض المنتجات بدات تعجبني، فبدات كده اتسرسل ناحيه الشركه دي. حبيت بس اقول لكم عليه، واللي جرب منتجات من عندهم للجسم يقول لنا تحت في الكومنت. هنخش بقى على كريمات الشمس. كريمات الشمس عندك شركه كولاجرا حلوه جدا. لما نزلت الكريم الاخير ده بتاع شركه كولاجرا خطير وجميل وفعلا بيحافظ على البشره. بس حطي طبقه على بشرتك، يعني افردي، ما تقعديش تفردي كده، حطيه وافرديه كده وسيبي بشرتك هي اللي تشربه وتعمل غلاف عليه. وان شاء الله هقول لكم تريكه حلوه قوي. قعدت بتعلم الفتره اللي فاتت حاجات كويسه كده، يعني عندنا واحده في الشغل ما شاء الله عليها كوريه، فعلمتني الميك اب ازاي ما يقطعش مع كريم الشمس. لو الناس بتحط كريم شمس وبعد كده، هي ما شاء الله عليها شطوره جدا، تحط كريم الشمس فوق الكريم الاساس، بتعمل خلطه كده عجيبه، كمان ما يقطعش. واي نوع كريم اساس عندك بتحطه كده على البشره وبيبقى متوحد مع البشره كده فظيع. تاني كريم برضو انا بحبه جدا هو بتاع ايفا. انا هحط لكم صورته عشان مش فاكره اسمه، صان حاجه. ده كريم شمس حلو قوي برضو، بيحمي البشره. انا مش عارفه ناس كتير ما بتستعملوش ليه، جميل جدا على البشره وبجد نتيجه حلوه، وبيحافظ على البشره من الشمس وبيطلعش حبوب. معرفش من ناس كتير قوي ما بيتكلموش عنه. تاني كريم برضو حلو قوي هو الكريم بتاع انفينيتي للتفتيح. الكريم ده كويس قوي. انا ما بتكلمش عليه، انا ناسيه، افتكرت دلوقتي. الكريم ده حمايه من الشمس وتفتيح في نفس الوقت. هو سعره حلو، يعني لا غالي قوي ولا رخيص قوي، سعره وسط مناسب، بس النتيجه بتاعته حلوه. ده بيعجبني في ايه بقى؟ ان النتيجه بتاعته بيعمل كفر على
البشره، بيعمل حمايه على البشره، بشرتك لونها ما بيتغيرش. حقيقي ده اكتر منتج بتخلص من الصيدليات كلها. ده فرصه عظيمه لو هتلفي في صيدليات كده لقيت صيدليه فيها منتجات انفينيتي، خشي ما لقيتيش اشتري من على الويب سايت بتاعهم. ده بيعجبني، النتيجه بتاعته تحفه، بس جدديه قبل ما الساعتين يخلصوا. يعني فاضل ربع ساعه والساعتين يخلصوا مثلا، انت حطيتي اظبط تايمر على الموبايل، بعد ساعتين هتقول لك قبل ما الساعتين يخلصوا حطي طبقه تانيه على البشره على طول على طول بجد. بخصوص الكريم ده، لانه اتبعت لي كتير قوي قوي على الانستجرام في الرسائل، الكريم ده عباره عن كريم وقايه بعد الشمس، كريم مرطب بعد الشمس. انا ما بحبش شركه كليو خالص، انا ما اعرفش الشركه دي فيها حاجات كتير كده ما بتعجبنيش خالص خالص خالص. الكريم ده برضو من ضمن الحاجات اللي ما بتعجبنيش. ده سعره 138 جنيه، فالناس افتكرت انه كريم شمس. هو مش كريم شمس، هو وقايه ما بعد الشمس. يعني عايزه ترطب بشرتك جفت من الشمس، او كريم مرطب وفيه كحول كتير، خدي بالك فيه كحول كتير هيدمر بشرتك لو بشرتك حساسه. اخر حاجه هنختم بيها هو كريمات التفتيح. اول كريم تفتيح عندك طبعا لايكي، حلو جدا وكويس قوي 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 وبيدي نتيجه بسرعه خلال 14 يوم. ليتل اب كريم ده برده سعره 138 148، هو كريم مش كبير قوي، كريم كويس، بس الصابونه بتاعت التفتيح بتاعته حلوه جدا، واللي تستعمليهم مع بعض هتلاقي نتيجه تحفه. الاثنين مع بعض بيفتح البشره وبيحافظ على البشره. بس المهم تحطي كريم شمس قوي، وحطي كريم بس بالليل، اوكي، لانه كريم تقيل سنه، فحطيه بالليل. وطبعا لو بشرتك من النوع الجاف تستني شويه بعد كده تحطي الكريم المرطب بتاعك. لو رطب بشرتك بيه هو خلاص تمام. الليتل اب ده اوكي، ليتل اب. تاني كريم طبعا شركه ميلا تاكس من شركه هايا. الكريم حلو تفتيح، سعره مناسب، سعره 206، مناسب جدا جدا، وهيديك النتيجه اللي انت عايزاها. بس برضو لازم تستعملي حاجات مخصصه للتفتيح في نفس الوقت. يعني الصابون تستعملي الغسول بتاعهم، تستعملي مع الكريم بتاعهم، هيديكي نتيجه الاثنين مع بعض كده تحفه. وعاملين دلوقتي عروض، فاستغلي العروض، هتاخدي الاثنين مع بعض في خصم 50%، فحلو قوي. استغلي العرض ده لو انت عايزه حاجه للتفتيح. طبعا في شركه جير حلو جدا جدا، وكمان كولاجرا برضو كريم التفتيح بتاعهم حلو قوي وبيجيب نتيجه حلوه قوي، وعاجبني الفتره الاخيره. صغنطت قوي، كبروا العبوه شويه، يعني نفسي العبوه تبقى كبيره كده، لا العبوه صغنطوطه كده. ولا هو في منه احجام؟ انا ما شفتش احجام. انا اشتريتها الصغننه دي سعرها في حدود 90 جنيه، حاجه كده صغنن قوي. هو بيفتح البشره كل حاجه، وبحطه على ايدي وبحطه على وشي، وحلو قوي قوي. بس خدي بالك اصحاب البشره الدهنيه جدا جدا ممكن يطلع لك حبوب تحت الجلد. والبشره الدهنيه جدا جدا، اي بشره عادي جدا عاديه جافه مختلطه، بس اصحاب البشره لو في حبوب كل شويه بتطلع لك، تستعملي كريم التفتيح بتاع كولاجرا، ممكن يطلع لك حبوب تحت الجلد لان طلع لي شويه صغير. تاني حاجه تيرا جلو ده، شايفين تيرا جلو ده من احلى الحاجات اللي ممكن تفتح بشرتك بسرعه جدا جدا، حلو قوي والنتيجه بتاعته تحفه. هو سعره غالي شويه، سعره 280 جنيه. النتيجه بتاعته مكوناته كلها بتتغلغل جوه البشره. بس لو استعملتيه بشرتك جافه حطي وراه كريم مرطب، لانه اساسا كريم تفتيح مش كريم مرطب تمام. وما تحطوش تحت عينك خالص، تحطيه على كل وشك ما عدا تحت عينك. خدي بالك من الحته دي، لان في برضه مكونات تفتيح دي مكونات مقشره ممكن تاثر على تحت عينك، بالذات التقشير تحت عينينا رقيق جدا. لو حطيتي اي حاجه مكونات التفتيح دي تحت عينينا بالذات الجلد رقيق، ممكن يحصل جفاف. فالجفاف ده ممكن يحصل ايه؟ خطوط وتجاعيد زياده، وانت مش عايزه كده. احنا بنعالج مش بنبوظ. لو هتحطي حطي كريم مرطب تحت عينك اوكي الاول. لو انت غصب عنك ايدك بتيجي على كل وشك حطي بعد كده كريم التفتيح تمام. احنا كده عملنا كفر اللي تحت عينينا، حمايه كويسه، وكده النتيجه هتبقى تحفه. وبكده خلصنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. واشوفك على خير الفيديو الجاي. اي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت. كمان تابعيني على السوشيال ميديا بتاعتي، اللينكات تحت في صندوق الوصف. باي.